قرب شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والعبادة والتقرب من الله. ولكن شنو المعمول بالنسبة للناس اللي عندهم مرض السكري؟ هذا هو موضوع الفيديو ديال اليوم. اش كيوقع للجسد وقت الصيام؟ الصيام هو انخفاض نسبة السكر في الدم. على مستوى البنكرياس كيطلع الجلوكاغون وكيهبط الانسولين، وعلى مستوى الغدة الكظرية هي غدة صغيرة شكل مثلث كاينه فوق الكليتين كتفرز ليبينفرين، وهادشي كيؤدي على مستوى الكبد الى الجليكوجينوليز اي جليكونيوجينيز. اذا بغيتو نفسر لكم اكثر في فيديو اخر شنو كتعني جميع هاد المصطلحات قولوها لي في كومونتير. جليكوجينوليز وجليكونيوجينيز جوج طرق مختلفين ولكن الهدف ديالهم هو واحد، يزيدوا نسبة الجلوكوز في الدم. الجلوكوز ملي كيوصل للعضلات ما كيتمكنش من تخزين الجليكوجين اللي هو خزان الجلوكوز، وذلك لغياب الانسولين. وبعد نفاذ مخزون الكبد من الجليكوجين هي فايته 12 حتى 30 ساعه ديال الصيام كيوقع تحلل الدهون ليبوليز، كتعطي احماض الدهنيه، والاحماض الدهنيه على مستوى الكبد كتحول البيتا هيدروكسي بيوتيرات هي اللي مفيده مجموع من الاعضاء منها القلب، الدماغ والعضلات وضغط الدم. واش كيوقع المريض السكري اثناء الصيام كيفاض نسبه السكر في الدم، ولكن الجلوكاغون وحتى الانسولين كيكون طالع بفعل المقاومه، وما كاينش افراز ديال ليبينفرين في حاله السكري النوع الاول، والسكري من النوع الثاني اذا كان حاله متقدمه. وكيوقع الجليكوجينوليز جليكونيوجينيز، الجلوكوز كيوصل للعضلات ولكن ما كيتمكنش من تخزين طاقه بسبب غياب انسولين، ولا الانسولين ما خدامش بسبب المقاومه. وبعد نفاذ مخزون الكبد من الجليكوجين وقع تحلل الدهون لليبوليز اللي كتكون بكثره عند السكري من النوع الاول. لحقاش كنلقاو الناس اللي عندهم السكري النوع الاول اول حاجه كنلاحظوها فيهم هي فقدان الوزن وتحلل الدهون كيكون ناقص في حاله السكري من النوع الثاني. لحقاش كنلقاو الناس اللي عندهم السكري من النوع الثاني كتكون عندهم زياده في الوزن، كتعطي الاحماض الدهنيه كتحول بيتا هيدروكسي بيوتيرات، بالاضافه الى ذلك الى اسيتو اسيتات ولا سيتون، اللي هاد الجوج هما اللي كيديروا مشاكل. مشكل اخر عند مرضى السكري وفي العاده الجسم ديالنا كيحرق الكربوهيدرات كمصدر اول واساسي للطاقه، ولكن في حاله الصيام كيوقع تغيير من حرق للكربوهيدرات الى حرق للدهنيات. وعند مرضى السكري كيكون عندهم مشكل في هذا التغيير، ما كيوقعش بسرعه، ولكن مع الاكل الجيد والصيام المراقب خصوصا بالنسبه لمرضى السكري اللي عاد بداهم يمكن لهم يتحكموا فيه ويقللوا من مشكل مقاومه الانسولين. كيفاش يعرف مريض السكري واش يقدر يصوم؟ استشاره طبيه قبل رمضان ب6 الى 8 اسابيع. الطبيب كيعرف الحاله ديالك وكيقيمها على حساب بدايه المرض، التطور ديالو، حالة السكري وحالة المتعايش مع السكري، وجود مضاعفات وتجربة المريض السابقة مع الصيام. الطبيب كيقيم كل حالة إلى آمن، متوسط وغير آمن، وكيخبرك بالقرار سواء مسموح الصيام أو ممنوع الصيام، وأي تغير في الدواء وفي الجرعات. القرار اللي تقال لك خصو يتحترم، لأن الصيام في ديك الحالة كيكون خطير، خصوصا إذا كان مرض السكري قديم وغير متوازن، كيكون خطر أكبر للمضاعفات أثناء الصيام والتجاوب أقل من الجسد، يعني يقدر الواحد يوقع له مشكل يحفظ ويغيب، بالإضافة إلى مضاعفات على المدى البعيد. كيفاش يراقب مريض السكري نفسه في رمضان؟ يعبر السكر ديالو 6 مرات في اليوم، قبل السحور، الصباح، وسط النهار، وسط العشيه، بالفطور، وساعتين بعد الفطور. وفي اي وقت اذا حس اعراض يحبس الصيام اذا لقى السكر قل من 0.7 غرام باغ لتر ولا اكثر من 2.5 غرام باغ لتر. بعض النصائح لمرضى السكري في رمضان: شرب الماء بكميه كبيره مهم جدا، لان عند مريض السكري الاعضاء ديالو جد حساسه لقله الماء، خصوصا الكليتين ديالو. من الاحسن يتسحر في الوقت، يكون الاكل ديالو متنوع ومتوازن، ويقسم الكربوهيدرات اللي كان كياكلها في النهار بين السحور والفطور. النسبه الكبيره ديال الكربوهيدرات في اليوم يكون في السحور، وما يكثرش من السكريات السريعه او ذات مؤشر نسبه السكر عالي. ياخذ وقته في الماكله، ينعس مزيان، لان قله النعاس حتى هي كتاثر سلبيا على مرض السكري. وما ينساش الرياضه، خصو يتحرك. صلاه التراويح حتى هي كتعتبر رياضه، ولكن لانه كيبقى واقف لمده طويله يهز معاه السكر ولا الماء السكر في حاله قدر الله لا طاح له السكر. واذا حس براسو ماشي هو هذاك، حس باعراض يعبر السكر ديالو. ها هما اعراض انخفاض السكر في الدم، واعراض ارتفاع السكر. ورمضان مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. اذا عندكم شي سؤال قولوا لي في كومونتير، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك وسبسكرايب.